السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل بسكوت النشادر، هنعمله بالسمنة مش بالزبدة، وهنعمله كمان بالمكنة. واللهم بارك، البسكوتة طالعة تحفة، والبسكوتة مفرشتش معايا بعد السوا ولا كمان الرسمة اختفت. حرفيا البسكوتة طالعة تحفة، خفيفة مقرمشة دايبة مش معضمة. انا عايزاكي تحفظي وصفة النهارده في اي بسكوتة تعمليه، والكمية دي كلها انا عاملاها من كيلو الا ربع دقيق. اللهم بارك، البسكوته ما شققتش خالص مني، وكمان الرسمه ما اختفتش. يا ريت بقى لو اول مره تشوفيني يا ريت تدعميني باللايك واشتراك للقناه علشان يوصلك مني كل جديد. في الاول كده هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. في الاول انا هقولك المقادير اللي معايا كده 700 جرام دقيق، ومعايا 300 جرام سكر بودر، و250 جرام سمنه مجمده، ومعايا كمان بيضتين درجه حراره المطبخ. في الاول انا نزلت بالسكر، ولازم السكر تنخليه علشان بيبقى فيه تكتلات. وبعد كده نزلت عليه بالسمنه المجمده، ولازم بقى تشتغلي بسمنه مجمده علشان هي خطوه بسيطه جدا بس هي سبب في نجاح البسكوت. السمنه تكون مجمده، وننزل بالسكر ونقلب بقى في الاول بالمضرب. لو حابه ان انت تشتغلي بايدك عادي خالص. هتضربي بقى الخليط كويس جدا لحد ما ينعم معاكي ويبقى خفيف زي الكريمه، ولون السمنه كمان يبقى فاتح معاكي. بعد كده هتنزلي بقى بالبيض، بس بيضه بيضه، يعني مش هتنزلي بالبيض كله مره واحده. يعني لو عامله اكتر من كذا واحده هتنزلي بواحده واحده علشان بس الخليط ما يفكش معاكي. ومع البيض كده هتحطي رشه فانيليا، ويا ريت تستخدمي الفانيليا البودر ما تستخدميش السايله. بعد كده هقلب، اول ما البيضه بتختفي بوقف بقى تقليب وانزل بالبيضه التانية. ما نبالغش في التقليب، يعني اول ما البيضه بتختفي بنوقف تقليب علشان الخليط بس ما يفكش معانا. وبعد كده هننزل بقى بخميره البسكوت. جبت كده 100 جرام حليب دافي، وضفت بقى معلقه ممسوحه من النشادر، وهقلب شويه. لو عمل بقى معايا فوران يعني بقى كده الخميره شغاله ونشطه. لو بقى ما عملتش معاكي كده زي ما انت شفتيها يبقى الخميره مش شغاله، ما تشتغليش بيها، هتبوظ معاكي البسكوت. هننزل بقى بالخميره واحده واحده، وانا ضفت الخميره كده مع الحليب. لو ما فيش حليب تقدري تستخدمي عصير برتقال. لو بقى مش عايزه تستخدمي عصير برتقال تبقى تعملي بميه عاديه خالص، وتنزلي بالخميره بس الميه تكون دافيه علشان تختبري فيها الخميره. احنا لغايه كده تمام، يعني الخليط ما فكش معانا وماشيين مع بعض واحده واحده. لو حصل معاكي بقى مشكلة والخليط فك وفصل بعيد عن بعضيه، السمنة طلعت بعيد عن الخليط، يبقى كده البسكوت هتبقى معاكي معضمة. هنضيف بقى معلقة كاستر كبيرة، هتنعم معانا الخليط وتخلي طعم البسكوت حلو ويفضل معانا مقرمش على طول، يعني ما يضطرش تاني يوم. والكاستر اختياري، يعني لو حابة تضيفيه مش حابة خلاص. هضيف بقى نص معلقة من البيكنج باودر، ومنكترش علشان ما ننساش ان احنا ضايفين نشادر علشان البسكوتة ما ترتفعش، وكمان الرسمة ما تختفيش وما تشققش مننا واحنا بنسويها. اللهم بارك، البسكوتة كانت طالعة بتتكلم عن نفسها. نزلت بقى كده بالدقيق بس مش كله، وهقلب. وعجينة البسكوت مفيش عجن خالص، بنقلب لحد ما الدقيق بيختفي. بعد كده بنوقف تقليب ونختبر العجينة. لو لقيناها بقى فيها تلزيق هننزل بالدقيق واحدة واحدة، مش هننزل بالدقيق كله مرة واحدة، علشان العجينة الطرية نقدر كده ننزل لها بالدقيق واحدة واحدة ومفيش عجن خالص. شايفين انا بعجن ازاي؟ انا بمسك العجينة بصوابعي ومبلتش خالص في العجينة. اول بقى ما الدقيق بيختفي بوقف بقى تقليب واختبر العجينة اشوفها هي فيها تلزيق ولا لا. العجينة لسه طرية معايا فنزلت ببقية الدقيق. اللهم بارك، العجينة ظبطت معايا على اخر الدقيق، يعني ما خدتش معايا دقيق تاني. يعني ننزل بقى بالدقيق واحدة واحدة، وعلى حسب الدقيق اللي انت بتعجني فيه، دقيق بيشرب سوائل وفي دقيق لا. اي بسكوت هتعمليه ما تخليش العجينة يابسة، علشان لو جيتي بقى ضفتي سوائل وطريتي العجينة هيكون ليها عرق. اخر ما خلصت عجن كده عملت اختبار بايدي التانية، وخدت قطعة عجين وكورتها وبصمتها كده ما فيهاش تشققات وما فيهاش تلزيق، يبقى كده العجينة مظبوطة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. يا ريت بقى لو لسه بتشوفيني يا ريت تدعميني بلايك جامد منك. يلا بقى حطوا لايك وتعالوا نكمل مع بعض بقية الخطوات. انا قمت بقى على طول كده ربطت المكنة، وبوريك الموس اللي انا هعمل بيه. انا هعمل بالموس اللي هو المشرشر. انا ركبته في المكنه، وبعد كده حطيت قطعه عجين ودورت. وانا بدور كنت بضغط في المكنه علشان البسكوته تطلع كده تخينه، سمكها ما يكونش رقيق. يعني بين الواحد والتاني بتضغطي ضغطه، وبعد كده بتدوري، ايد بتدور وايد بتقطع. يعني طريقته سهله جدا، انا بعمله وحديه، ولادي في المدرسه وبعمل لوحدي. هتمسحي بقى الصاج بزيت، وكمان هتوسعي بعيد عن بعضه علشان برضو لسه اول ما يخش الفرن هيفرش شويه.
لو ما عندكش بقى مكنة البسكوت بأي أدوات موجودة في البيت زي سكينة أو معلقة أو بصامة أو قمع كده يكون بتاع البسكوت. لو عايزة بقى تعملي البسكوت من غير مكنة ومن غير كيس الحلواني يبقى هتعمليه بالأدوات اللي موجودة في البيت زي معلقة أو سكينة. هتقلبي السكينة للجنب التاني وترسمي بقى رسمة حلوة للبسكوت، أو بمعلقة وتعملي الرسمة الجميلة اللي انت شايفاها. واللهم بارك الرسمة بعد السوا بتبقى تحفة. أنا كل بقى ما بعمل بسكوت بخلي قطعة عجين كبيرة بعد أشكلها كده لولادي، بجد بيبقى فرحانين بيها عن البسكوت اللي هو بتاع المكنة. يعني اي حاجة موجودة في البيت تقدري تعملي بيها البسكوت. وانا عاملة كمان معاكم بسكوت اخر مرة من غير نشادر ومن غير مكنة وكمان من غير قمع حلواني. انا قصيت القمع في البيت، يعني قصيته بغطا السمنة ورسم معايا البسكوت وكانت رسمته بجد تحفة. يعني اي حاجة كده موجودة في البيت هنعمل بيها. اللهم بارك، شايفين بقى رسمته تحفة ازاي؟ انا عايزاكي بس لو هتعملي الرسمة دي توسعي بعيد عن بعض علشان بعد السوا لزقوا خالص ودخلوا لبعضيهم، يعني تدي مسافة بين القطعة والتانية زي ما احنا عاملين كده بسكوت المكنة. انا كده خلصت الكمية كلها. هقوم بقى اشغل الفرن يسخن، واول ما بيسخن بنوطي النار خالص وبندخل اول صاج احنا عملناه. التسخين بياخد كده 10 دقايق، وبعد التسخين بنوطي النار خالص وندخل الصاج وبنديره بقى كل شوية. ولو هتسويه في فرن البوتاجاز هتسخنيه قبليها ب10 دقايق، وبعد كده هتحطي الصاج في الرف الوسطاني. ولو الفرن عندك فيه مروحة هتشغلي المروحة. المروحة بقى هتوزع لك الحرارة على الصاج كله، مش محتاجة ان انتي تديريه. ولو مفيش بقى مروحة هتديري بقى الصاج كل شوية لحد ما يديك اللون موحد. هتشغلي الفرن فوق وتحت وتوطي خالص. اللهم بارك، البسكوتة تحفة بجد. الرسمة ما اختفتش، ما ارتفعش خالص، وكمان ما شققش، وهي البسكوتة ما فرحتش مني. اللهم بارك، شايفين البسكوتة بتتكلم عن نفسها. انا بقى بدير الصاج لحد ما يستوي ويديني اللون الموحد. لو اعطاك اللون من تحت مظبوط ولسه الوش ما استواش حلو، ارفعي الصاج على صينية على طول علشان بس يديكي لون حلو. شايفين بقى شكل البسكوتة في الاخر؟ اللهم بارك، البسكوتة بتتكلم عن نفسها. بسكوتة خفيفة كمان دايبة ومش معضمة، والسوا كده من فوق ومن تحت بجد تحفة. انا عايزاكي بقى تجربي طريقة النهاردة لو بتعملي البسكوت بأي طريقة تانية. البسكوتة اللهم بارك خفيفة، طعمها كمان تحفة، وكمان اللهم بارك الرسمة ما اختفتش ولا ارتفع، وكمان البسكوتة ما فيهاش اي تشققات ودايبة. انا اتمنى بجد ان انت تعمليها بس تمشي على نفس الخطوات. والكمية زي ما انتوا شايفينها كده كمية اللهم بارك تحفة. بتمنى ان يكون شرحي بسيط، واتمنى ان انت تكوني طلعتي حتى لو بمعلومة بسيطة، واتمنى ان انت ما تنسانيش بلايك ولا اشتراك للقناة، واستناني فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة